سيعود متوحشا، حكيمي سيعود أسرع من المتوقع وسيعود جائعا. هذا ماشي قولي، شفناه بعين الرحمة، الله يشافيه ويعافيه. هذا القول ديال وليد الركراكي في مقطع فيديو برز مؤخرا وهو يستقبل حكيمي بالبالون دور ديالو في المكتب ديالو داخل مجمع محمد السادس. قال الركراكي حكيمي سيعود أكثر توحشا. واش من الوحوش توحش الكره بحال اللي كنقولوا في الدارجه، ولا متوحش من الشراسه؟ الركراكي قصد الشراسه، وقصد بانه كيعرف حكيمي وقال بانني مرتاح لانه دابا مرتاح، وبالتالي انا متاكد بانه غيرجع جيعان على الكره وغيكون افضل من السابق. هذا راي، هذا موقف، هذا انطباع، شعور، متمنيات ديال السي الركراكي وديالنا. قبل ما نهضر على حكيمي سيعود متوحشا، انا اقول بان حكيمي سيعود الى ريال مدريد بيته ومنزله الاول. هذا ايضا ماشي قولي، هذا القول ديال اليخاندرو كامانو الوكيل الاعمال ديال ولدنا حكيمي. وركزوا مزيان على السميه ديال هذا الوكيل، رغم ان حكيمي كان مطاردا منذ عام ونصف وعامين من الوكيل الشهير كتعرفوا البرتغالي بلا ما نعطيكم سميتو، لانه لا يحتاج منا لاثاره ولا لاشاره ولا لدعايه. هو الحوت او الوحش او الديناصور ديال وكلاء الاعمال ديال اللاعبين اللي كان عند اللاعب كريستيانو رونالدو، هو الوكيل حاليا ديال لامين يامال، كتعرفوه. هذا ما بقاش عنده علاقه مع ريال مدريد، بالتالي ان مجرد ولدنا حكيمي ماشي عنده، فهذا مؤشر على ان اليخاندرو كامانو اثار الكثير من النقاشات في وسائل الاعلام الاسبانيه بتزامن مع الجمعيه العموميه ديال ريال مدريد اللي دار فلورنتينو بيريز يوم امس، وايضا داخل النادي الباريزي، واشعل الكثير من الاثاره. قال لي اليخاندرو كامانو حكيمي مرتاح داخل باريس، ولكن لا استبعد عودته الى بيته، الى منزله، الى داره ريال مدريد. كنفتتحوا دائما الحلقات ديال بدايه الاسبوع بالشذرات. الشذرات هي داك الملامح، داك الاشارات، البيست اوف اللي كتكون يعني العناوين العريضه. عبق الريحه ديال كاس افريقيا عندنا في الرباط، اللي جا الرباط يسول فينا مرحبا به. غتقول لي واش الرباط بوحدو كاس افريقيا؟ نقول لك كاينه هنا تونس وكاينه الجزائر وكاين ليكيب ناسيونال وكاين جروب عامره معلم. بالتالي كنرشح وقيله الزكي غيدرب شي فرقه غتكون في العاصمه الرباط، ايضا الله اعلم من الفرق الافريقيه، وغتقدر تكون مفاجاه من العيار الثقيل. الزكي بده يحضر افريقيا وهو على راس احدى المنتخبات الافريقيه الصديقه والشقيقه لبلادنا. هذه معلومه توصلت بها ونتمنى صادق نشوف الزكي على راس من بعد التجربه ديالو الجميله جدا مع منتخب النيجر. ايضا من ضمن الشذرات هو انه الرباط من يقول تونس، البعض تيقول لي خصك تهضر على واحد تونسي سميتو حسين، هو مذيع مصري او مذيع تونسي معروف كان تيدوز في ديك القنوات ديال لايرتي في السابق، وبدا تيثني ويشكر وكيقول بان الاوروبيين خصهم دابا يشوفوا المغرب ويقلدوا المغرب ويشوفوا حسني الاعلامي التونسي حسني. انا ما مطالبش بانني نوجه دعوه شي تونسي يجي يشوف عاد باش يهضر عليا بالخير. انا كنظن وجهه نظر ديالي المتواضعه جدا انهم رفضوا. غتشوفوا الحلقه هضروا على القطره اللي هبطت من السقف ديال ملعب مولاي الحسن، من القطارات اللي هبطوا من السقف ديال طنجه، وتهكموا على القطارات اللي كانت في ملعب البريد. ما نحتاجش انا الواحد بانه يهضر عليا بواحد الشكل يعني فيه شويه ديال السخريه ونقول له اجي يشوف بعين المكان باش يعطيني شهاده. لا نحتاج شهاده من احد، هذا موقفي احترامي لهذا السيد والمسار ديالو المهني. كنهضر بشكل عام وعقلوا على كلامي. راك شفتوا مؤخرا ولدنا جمال السلامي في المباراه ديال الاردن مع نسور قرطاج كريتيكا غير العشب ديال رادس بالشهاده ديال التوانسه الاحرار، يعني الشرفاء المهنيين عارفين بان الكازوسي ناض له واحد الصحفي بغى يركبه. ما تهضرش على الكره وما تهضرش على البالون وما تهضرش على الكازون وشتو هادشي. فبالتالي هذا موقفي في اطار هذه الشذرات الافتتاحيه. البعض ايضا يطلب باش نتحدثوا على القرعه ديال كاس العالم، الفريق الوطني مع من غيجي، واش مع كندا واش مع المكسيك واش ميريكان، الارجنتين، البرازيل، فرنسا، لونجلتير واسبانيا. واحد في هادو بطبيعه الحال 12 مجموعه ليكيب ناسيونال، 3 المنظمين غيكونوا والتسعود اللي كاينين في التصنيف 12 ليكيب ناسيونال في الشابو دو. ما بقاش مجال باش نقولوا خصنا نتفاداو هذا ولا هذا، وغنديروا حلقه ان شاء الله الرحمن الرحيم على القراءات الافتراضيه لهادشي. خلينا دابا في حكيمي. الاخبار الساره اللي عندي هو ان حكيمي ان شاء الله السميع العليم راجع قبل الوقت. حكيمي ملي جا المجمع محمد السادس خدا البالون دور، انا شبهت لكم داك الكره الذهبيه بحال شي حجامه طبيعيه، بحال شي بلسم. بالفعل كان عندها تاثير. حكيمي الضحكه ديالو غبرات. هذه فترات وليتي كتشوفوا دابا في اي خرجه من بعد ما احتفل فيه الجمهور ديال فريق باريس سان جيرمان وشبهوه او اطلقوا عليه وصف ملك كره القدم الافريقيه. احتفلوا به. باريس سان جيرمان كتعيش واحد الفتره ديالها ما عمرها حلمت بها على مستوى العالم. الفيناليست ديال لاكوب ديال موند دي كلوب غيلعبوا هذا الشهر الانتر كونتينونتال في قطر. داو بالون دور مع ديمبيلي، اللاعب الكوري توج بالبالون دور في اسيا. ولدنا حكيمي البالون دور في افريقيا. عندها 3 ديال لي بالون دور في 3 القارات، الله يزيدهم.
فولدنا حكيمي فين ما ظهر دابا كيبان بانه يضحك. سالم المجمع محمد السادس دار واحد لي ريم، واحد الاشعه والفحص، برز هذا الفحص. وكنقولوا هذه معلومات حصريه بانه من بعد الفحص الطبي اللي خضع له النهار ديال الاصابه مع البايرن ميونخ، وعلى ذكر الاصابه اللاعب لويس دياز عوقب 3 ديال المباراه من طرف الاتحاد الاوروبي لجنه الانضباط. وكاين هناك استئناف، وانا درت حلقه وقلت هذاك الشيء ديال نوير وكروس وهذوك اللي قالوا بانه ما يستحقش رافيرتيسمو هما ردوا عليكم. بالتالي برز بان كانت عنده نيه العمد الاصابه بالاداء اللاعب اشرف حكيمي لويس دياز. هذا جانب. فمني كان دار داك الانسجه ديالو اللي كانت تعرضت للنزيف الداخلي، كانت ما عطاتش واحد الصوره واضحه، كانوا خلاو حتى هبط هذاك الانتفاخ ديال الكاحل والانسجه. الحمد لله اللي قاموا ما تقاسوش، كنعطيو معطيات كتستند الى مصادر ديالنا الخاصه.